السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلين مشتركاتي الغاليات، مرحبا بكم في قناتي قناة كامركرس للطبخ. اليوم طلعت عليكم فيديو جديد اللي هو وصفة لسالي بريستيج، وصفة سهلة وبنينة اللي ديراها خاصة لضيافك ولا لمناسباتك. طريقة يعني سهلة، تبعوا معايا طريقة التحضير. قبل ما نبدو صلوا على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة جبت نص صدر تاع الدجاج، فوحته، درت فلفل أسود وكركم وراس الحانوت وزنجبيل ومغرف صغيرة تاع ملح، وزدت عليه زيت حوالي 2 مغارف، وزدت عليه بطايا تاع ناطير، ونحاول نخلط كلش مع بعضها. كيما تشوفوا البنات هذه بعد ما تغديت مارينيت الدجاج تاعي، والعشية نوض خدمتهم. يعني حاولوا تخلوه يتفوح لمدة طويلة باه يجيك من الدجاج بنين، يعني كل ما شرب التفويحة كل ما يجيك بنين أكثر. إذا نخلط كلش مع بعضهم، ومن بعد نغطيهم بالبابي سلوفا وندخلهم في الفريجيدير وخليهم يرتاحوا. بعد ما ارتاح لي الدجاج تاعي وتفوح مليح، نجي نحطه في مقله، ما نديرش الزيت على خاطر قبيله درت فيه الزيت، ونحطها فوق النار ناقصه ونخليهم يتقلوا حتى يحمروا. بعد ما تقلوا لي نحطهم كامل في لاشوار كما تشوفوا. وديجا كنت مغليه حبه بطاطا صغيره نزيدها عليهم ونميكسي كلش مع بعضاهم. وزدت معاهم هنا حبه فرماج، حبه واحده، ونميكسي كلش. من بعدها نزيد عليها 2 مغارف صغار تاع لاشابلير ولا مغرف كبيره كيف كيف، ونعاود نميكسي. كما شفتوا البنات هنا الخليط هنا حسيته جاني طري على خاطر البطاطا كانت سخونه، دونك دخلتهم في الفريجيدير خليتهم حتى بردوا وتحكموا روحها باش تساعدني بعد في الخدمه. بعد ما برد الخليط تاعي وتماسك نجي نشكلهم على شكل كريات ونوزنهم، بحيث كل كري كل وزن تاعها 30 غرام. نتوما إلا حبيتوهم يجو صغار ديروهم 25 غرام، وإلا حبيتوهم كبار ديروهم 35 غرام. أنا حبيتهم 30 غرام على خاطر من بعد راح نزيد نحشيهم بالفرماج. إذا نواصل العملية، نشكل خليط كامل. هنا البنات نص صدر تاع الدجاج دار لي 15 كرية، نتوما الا حبيتو كمية اكبر زيدوا في الدجاج تاعكم. اذا نشكلهم كامل كريات الوزن تاعهم 30 غرام. بعدها نجي نحشيهم بالفرماج، نتوما ديروا اي فرماج عندكم. انا كان عندي هنا كمية من فرماج غريير قصيته مكعبات صغار، ونحشي الكريات تاعي ونعاود نسقمهم. يعني طريقة سهلة جدا. اذا بعد ما نكملهم كامل نعاود ندخلهم للفريجيدير باش يحكموا رواحهم، ومن بعد نجي المرحله الاخيره اللي هي راح نديرهم في البيض ولا شابلير. كما تشوفوا معايا كل كريه نحطها في البيض مره الاولى ونفوتها على شابلير، ونعاود نرجعها للبيض مره اخرى ونعاود نفوتها لشابلير، يعني البيض مرتين ولا شابلير مرتين، هكا باه يجوني مليح كي نقليهم. بعد ما كملتهم كامل نجي دركا نقليهم، نسخن الزيت على نار متوسطة ونحطهم في المقلة يتقلوا. حاولوا تحذروهم باه ما يتحرقوش. بعد ما قليتهم كامل خليتهم يبردوا، ومن بعد نجي نزينهم تزيين بسيط. كما تشوفوا درتهم في كردون مع الزيتون، ودرت معاهم صوص فرماج وشويه تاع قارص. صوص فرماج خدمته، درت الفرماج والمطارد وشويه تاع خل ومكسيتهم. إذا هذا هو التزيين. نتمنى عجبتكم الوصفة، إن شاء الله تجربوها وتخلوا لي تعليقاتكم، وإن شاء الله تلاقوا في وصفات أخرى. واللي ما دارتش أبوني دلي أبوني فضلا وليس أمرا، وديروا لي جيم على الفيديو، وإن شاء الله نتلاقوا في وصفات أخرى.